تمام. حدث الصفحه بتلاقي عدد المتابعين وصل مجانا بدون دفع اي رسوم، بدون ادخال فيزا او ان انا مثلا اسحب من الفيزا بتاعتي او اي كلام من ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو النهارده ان شاء الله جايب لك طريقتين لزياده عدد المتابعين على الانستجرام بشكل سهل جدا ومجانا بدون دفع اي رسوم. كل اللي طالبه منك في البدايه ولا لايك ولا اشتراك ولا كومنت، صلي على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات. ده اول شيء واول شرط. تاني شرط، لو كنت عايز تشتري متابعين شوف النقطه اللي جايه دي علشان هتوضح لك كيفيه شراء المتابعين من مصدر موثوق وآمن. لو كنتم مهتمين بشراء عدد المتابعين، لو كان الاعداد اللي احنا بنزودها في الفيديوهات اقل من العادي، فحضراتكم ممكن تتوجهوا لزياده عدد المتابعين والشراء لاعداد اكبر من خلال اول كومنت مثبت. لما هتنزل في اول كومنت مثبت هتلاقي رابط في بدايه الكومنت. الرابط ده المفروض ان هو تابع لدعم فني بيبيعوا اعداد متابعين ولايكات لجميع المنصات. حضرتك بتدخل تكرما منك، بتدخل بتسال عن الاسعار من خلال الدعم الفني على الواتساب لاي منصه انت محتاج تزودها. بعد ما بتسال بتحدد طريقه الدفع اللي انت عايز تدفعها، وانا مسؤول امامك بالفيديو ده ان الرقم اللي في اول كومنت مثبت هو تابع لي. ولو ما كانش عندك واتساب تقدر تتواصل على التليجرام، نفس النظام ونفس الوضع ونفس الناس وبنفس الاسعار كمان. مستني ايه؟ شوف الاسعار وزود متابعين. النقطة التالتة بقى وهي دي الأهم، معانا حد جديد في اليوتيوب اسمه ماندو أو اسمه موتك. موتك باختصار شديد بيعمل محتوى زي محتوانا بالظبط، بيتكلم عن خدمات مجانية داخل الموقع لزيادة عدد المتابعين والإعجابات على جميع المنصات، مش بيقتصر على منصة محددة. خصوصا انك لو اشتركت في قناته، هو عامل مسابقة على انستجرام، بتخش بتبعت له سكرين شوت بالاشتراك بتاعك وهو بيبعت لك عدد من المتابعين على الانستجرام. فليه لا؟ استفيد وفيد، او فيد واستفيد، ايا كان الترتيب بتاعها، المهم ان انت تفيد وتستفيد. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة بقى علشان طولت عليكم قوي. يلا بينا نقوله بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على شرح فيديو النهارده. اول حاجه كده وبسم الله، لازم ان انت تخش على الانستا بتاعك اللي هو المفروض حسابك الاساسي. انت مش محتاج حساب وهمي في حاجه اصلا، انت كل اللي انت محتاجه حساب اساسي تزود عليه عدد متابعين. هتخش على تعديل الملف الشخصي وتضغط على تعديل الملف الشخصي، تاخد اليوزر نيم وتخش على الموقع الاتي. الموقع الاتي فيه انستجرام وفيه تيك توك. انا واحد من الناس مهتم بالانستجرام فهشرح انستجرام. فهخش على الانستجرام، بيقول لي بيست يور انستجرام يوزر نيم، فابدا ان انا الصق اليوزر نيم بتاعي اللي انا عايز ازوده عدد من المتابعين، واقول له يا باشا تمام اتفضل. هيقول لي يا باشا تمام برضو، قال لي ان هو بعت لي المتابعين. ماشي، هو المفروض بيبعت لك 10 متابعين. ده اول موقع، من المفترض ان هو بيبعت لك العدد خلال ممكن من ساعه لساعه ونص بالكتير جدا، بس انت استخدمه بالليل عشان الموضوع يبقى خفيف معاك. تمام تمام. جاب لي هنا انه تم المطالبه بالفعل بالعشر متابعين وهم في طريقهم ليك يا بيدو حسن او يا بيدو اندرسكول حسن زيرو. ده اليوزر بتاعي يعني. ده اول موقع سهل وبسيط وبدون اي مشاكل ولا اي حوارات. خش على المتابعين هتلاقي ان العدد بدأ يزيد معاك. تمام تمام. دي الطريقه والوسيله الاولى. الوسيله التانية ممكن تزود عن طريق الموقع ده. على فكره هسيب لك موقع تالت برضو، التالت ده بيبقى سبونسر برضو، فبيزودك متابعين ولايكات على تيك توك وانستجرام لو انت مهتم بالمنصتين. هنا تحط صوره ليك، بيقول لك المستخدمين الذين يقومون بتحميل صوره ملف شخصي. ده بيسمح لك انك تاخد متابعين اكتر وفي نفس الوقت العدد بيتبعت بشكل اسرع. تمام. هنا بتحط اسم المستخدم وكلمه السر للحساب الوهمي، ما تسجلش بحسابك الاساسي عشان ما يحصلكش اي حوارات. تمام. وبتبدا ان انت تزود عدد المتابعين على الحساب المراد الزياده اليه، بتكتب الكميه بتاعتك، كميه من عدد النقاط مش من عدد المتابعين، وركز جدا في النقطه اللي انا بتكلم فيها. طبعا هنا بيقول لك ريمين تايم اللي هو الوقت المتبقي بتاعك كذا كذا كذا، فانا بنتظر الكذا كذا ده اللي هو دول اللي انا بتكلم عنك فيهم دول. تمام. حدث الصفحه بتلاقي عدد المتابعين وصل مجانا بدون دفع اي رسوم، بدون ادخال فيزا او ان انا مثلا اسحب من الفيزا بتاعتي او اي كلام من ده. تمام. عندي هنا كمان سيلفر تيكي بيك. هو تيكي بيك ده برضو تركي، حاجه ممتازه جدا برضو، وده مش تحديث جديد ولا حاجه، ده تحديث قديم وانا حابب اشرحه مره تانية. اولا هو سبونسر صريح جدا في الحاجات دي، ثانيا عشان خاطر الموقع فعلا يستاهل والله، لو ما كانش يستاهل انا مش هقبل السبونسر بتاعه. تمام. هو داعم ممكن مثلا مرتين ولا حاجه في الشهر. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ في متابعتك الآن، وبلاقي إن أنا المتابعين بتزيد بكل سهولة وبكل بساطة. ده كان نهاية فيديو النهاردة. شكرا جدا على المشاهدة، وفعلا أنا ممتن جدا بالدعم اللي بيجي، خصوصا إن في فيديوهات كتير جدا بتبقى قديمة وبرضه الناس بتعمل عليها كومنتات حلوة، فده شيء بيفرحني ويسعدني. شكرا لدعمكم. ما تنسوش قناة ماندو، ده واحد بتدعموه وفي نفس الوقت بتستفيدوا منه. شكرا، سلام عليكم.